كان عندي 5 شباب و3 بنات، ضليت على شاب و3 بنات. راحوا اخذوهم بس قالوا لنا انه موتوهم، ما بنعرف. كنا ببيتنا كل الضرب علينا، 8 اشهر ضرب علينا وقذايف وما طلعت من بيتي. هسه كاني كانت حامل. بعدين اجى الساعة 12 بالليل طوقوا الحارة كلها وطوقوا الضيعة ودبابات، ما حسن ندرينا اللي هيك يضربوا على الباب هيك بالبواري حطوا ضربوا لجوزي. هذيك الضربة هيك معاهم بوريات خضر، وقت اللي بيحكي هيك بصير حيله يرجف دغري، بصير بتذكر الموقف. هدول اللي بمددوا فيهم التمديدات الصحية خالتي، ضرب على راسه، عمل هيك جوزي صار يطلع الدم من تحت اظافره، والله شقيت وجهه مخدي وربطت له اصابعه، والله شاهد على كلامي لا يوفون لا يسامحون. قام طلع ابني يا حرام هذا الكبير رضا متجوز، قال له انت متجوز؟ قال له ايه والله يا خالتي هيك، شد لك اياه هيك من كنسته، طلع بالبيجامه يا روحي نايم، وعلقوا فيه ضرب. صرت ابكي ولول انا، قال له انت ايش عم تقول لاولادي؟ شو عاملين اولادي؟ ما عاملين شيء. الصغير عبد الرحمن كان عمره 13 سنه، صف سابع اخذوه مع اخواته، والله شاهد علي، ذبحوه بالقتل قدامنا. صرت ابكي يا عم. قال له واحد زدت عليهم قنبلي، واحد يقول له خلص دشرهم. ياخذوا الشباب وطلعوا وسكروا علينا باب الدار. بدي اطلع انا اشوف اولادي وين راحوا، ما عاد يخلوني، دفشوني لجوا ما عاد يخلوني، ركبوهم بالسياره واخذوهم وما بعرف وينهم. رحت على الشام سالت عليهم مرتين ما كم شاب اخذوهم؟ 4 وابوهم وعمهم وخالهم واولاد خالهم 2 وجارنا كلهم 10 سنين اخذوا من بيتي. ما رجعوا والله ولا واحد. عن جوزها يا جماعه قالوا لنا انه قتلوه، شافوه عند المدرسه قاتلينه. الحمد لله. قال مقتولهم، قال لي له عيونه، العالم قالوا لنا هيك، في عالم